هتعمل ايه لو ابنك او بنتك طلبوا دروس خصوصيه وهم في الجامعه؟ ما تيجي اقول لك. اول ما اولادنا بيدخلوا الجامعه على طول بنركز على تقديراتهم ودرجاتهم، ودايما بنقول لاولادنا هاتوا لنا تقديرات عاليه علشان ترفعوا راسنا. ولما ابنك او بنتك بيطلبوا دروس خصوصيه بنوافق فورا ونوفر الفلوس، وكأن ده الطريق الوحيد للنجاح. طب انا ليه بقول لك كده؟ لان الحقيقه ان سوق العمل النهارده بيسال عن المهارات وبتعرف تعمل ايه، مش بس جبت كام. الشهاده والتقدير مهمين طبعا، لان هم اللي بيفتحوا لاولادنا الباب لمقابلات العمل، لكنهم مش كفايه في عصر الاي اي. مهاراتهم هي اللي هتخليهم يتقبلوا. بدل ما فلوسنا تروح في دروس خصوصيه، البهوات لازم يحضروا محاضراتهم، وفلوسك استثمرها في تنميه مهارات الولاد اللي فعلا هيحتاجوها بعد التخرج. وهنا بيجي السؤال الطبيعي، انا كأب او ام هعرف منين ابني او بنتي محتاجين ايه عشان يطوروا نفسهم؟ الحل بسيط جدا جدا. بعد ما ابنك او بنتك يختاروا التخصص والكليه، اطلب منهم يتخيلوا ان هم اتخرجوا خلاص. خليهم يجيبوا من الانترنت 3 4 5 اعلانات وظائف حقيقيه في تخصصهم لشركات كبيره او دوليه. اقرا معاهم المؤهلات المطلوبه في الاعلان. اول حاجه هتلاقيها طبعا مطلوب شهاده كذا، ودي خلاص هو بياخدها مع التخرج. المهم بقى باقي الطلبات. هتلاقي سطور في الاعلان بتتكلم عن المهارات والخبرات اللي الشركات عايزاها. من هنا طريق الاستثمار في ولادك بقى واضح. وشايفك وانت بتسال سؤال انا نفسي بساله، ليه الجامعات مش واخده بالها من الكلام ده؟ ما تقلقش، هنتكلم مع الجامعات من هنا. الخلاصه، اسمع ابنك او بنتك لما يقولوا عاوزين نطور نفسنا، ووجههم لو مش عارفين، ووجه فلوسك ناحيه اللي فعلا هيغير مستقبلهم، ووجه استثمارك ناحيه الحاجه اللي محدش يقدر ياخدها منهم، مهاراتهم. انا مصطفى ابو السعود، ودي كانت في 60 ثانيه. استنوني الحلقه الجايه. سلام.